عليك. هم طلعوا يجيبوا لهم تعيش من الحلال، مش طالعين يسرقوا. الحقوهم في الساعات اللي قاعده دي، الحقوهم في الساعات اللي قاعده دي. وامهم عمت في البيت ونساوينهم عمت خالص، ما فيش حد قادر يعمل حاجه. فين الاهتمام من الدوله؟ يعني الدنيا كلها يعني انت عايز تفهميني مخابرات مصر، مخابرات مصر اللي مشهود بيها في العالم كله مش قادره تعرف الناس دول حقيقه الامر حصل ولا ما حصلش. ما فيش طيران مصري يروح يجيبهم من المكان اللي هم موجودين فيه، الناس دي مش هتيجي، وما تلوموش على الناس اللي قاعده هناك. يتخطفوا كده وبالطريقه دي كده ويموتوا؟ لا 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 لا. 3 مرات ولا 4 مرات وبنطالب سياده الرئيس ونطالب السفاره ونطالب الوزاره، ما فيش حد سأل فينا. سيسي بي يا سيسي بي، سيسي بي يا سيسي بي، الناس بتقول لك عندهم، الناس تقول لك لسه عايشين. طب الدوله عملت ايه؟ في قد قلب خلي ان هم حالتهم دلوقتي ما فيش حكومه هناك، ما فيش دوله هناك، لكن مخابراتنا هتعمل ايه؟ الدوله ردت وعملت عملت ايه؟ طب ايه اللي قدمته لنا الدوله؟ ايه اللي اثبتته لنا الدوله؟ على الاقل خالص تتكسف على دمها وتبص للاردن، تتكسف على دمها وتبص للاردن اللي قد عزبه النخل. احنا بنرجى الرئيس يسعى في الساعات اللي قاعده دي يمكن يلحقوا. ولو كان واحد فيهم ابن واحد مسؤول ولا واحد مهم في الدوله، كانت برضه الدوله سكتت وطنشت كده. لو ابنك او ابن بنتك اتخطف مش هتسيب، هتعومها. سياده الرئيس قعدتهم في خاطر، يا الوزاره قعدتهم في خاطر، برضه ما فيش حد سمع لنا اي حاجه. ارجوك يا سعاده الرئيس تشوف ولادنا وتشوف حبايبنا المخطوفين دول. لو كان ابن الوزير، لو كان ابن الوزير، شوف كم رقبه كانت هتطير، شوف كم